مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي ثقته الكبيرة في قدرتهم على تنفيذ كل التعليمات التي منحها لهم في الأيام الماضية وتحقيق الفوز في مواجهة الليلة، ويؤكد لهم في المحاضرة الفنية الأخيرة أن كل الأمور تتوقف على اجتهادهم وتركيزهم الآن. كهربا يتوقع تسجيل حسين الشحات وأسامة أبو علي في مرمى الزمالك الليلة، ويأمل أن يكون له دور في اللقاء لرغبته في العودة للتسجيل مجددا. تألق أشرف داري الكبير في التدريبات الأخيرة للأهلي يفتح الباب أمام توقع البعض مشاركة اللاعب المغربي أساسيا اليوم على حساب ياسر إبراهيم. أنباء من معسكر الزمالك في المملكة العربية السعودية عن استقرار جوميز على البدء بمصطفى شلبي وسيف الجزيري أساسيا اليوم، والاحتفاظ بورقتي ميشالاك وعمر فرج على مقاعد البدلاء بسبب عدم انسجامهم مع المجموعة بشكل كامل. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي يتوقع بدء الأهلي بنفس التشكيل الذي اعتمد عليه في مباراتي جورمايا الكيني الليلة، ويؤكد أن المدرب السويسري تعمد الحديث عن مفاجأة لإرباك الخصم فقط وإشغال تفكيره قبل المواجهة. جوميز يطمئن على جاهزية دونجا الكاملة لمواجهة الأهلي الليلة بعد مشاركة اللاعب بقوة في المران الختامي أمس. سيد عبد الحفيظ يؤكد أن أكثر ما يقلقه قبل مباراة الزمالك اليوم هي حالة الثقة الزائدة لدى البعض في فوز الأهلي بالمواجهة. تألق زيزو وناصر ماهر والجزيري في فقرة ركلات الترجيح بالأمس يؤكد أنهم ضمن الثلاثي الذي سيسدد للزمالك الليلة حال انتهاء المباراة بالتعادل. تألق الشناوي ومصطفى شوبير في فقرات ركلات الجزاء في المران الأخير يبث حالة من الثقة الكبيرة لدى كولر قبل مواجهة الليلة. لاعبي الزمالك يتعهدون قبل ساعات من اللقاء المرتقب على بذل كل ما في وسعهم الليلة للفوز على الأهلي وتحقيق اللقب وإسعاد جماهيرهم. حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ينتظر من لاعبي الأبيض تنفيذ وعدهم له الليلة بالتتويج باللقب على حساب الأهلي. الخوف والقلق من الخسارة يظهر على وجوه بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام الأهلي. الحكم الدولي السابق جهاد جريشة يؤكد أن اختيار معتز الشلماني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميا هو اختيار موفق من قبل الكاف، وأنه يثق تماما في قيادة الحكم الليبي للمباراة دون أي أخطاء. إبراهيم سعيد يحذر كولر من العبث بتشكيل الفريق لمواجهة الليلة وينصحه بالحفاظ على القوام الذي خاض به مباراتي جورمايا الكيني، وإن كان هناك تغيير فلا بد أن يكون في أضيق الحدود. هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق يؤكد أنه لو اعتمد الزمالك اليوم على بناء الهجمة من الخلف سيسهل كثيرا من مهمة الأهلي في الفوز بالمباراة، خاصة أن مدافعي الأبيض لن يتمكنوا من الخروج بالكرة بشكل صحيح في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الأحمر. أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة يؤكد أنه قد يعاني الزمالك كثيرا الليلة حال استمرار المستوى الهزيل لخط دفاعه. منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق يتوقع مباراة مفتوحة بين الأهلي والزمالك الليلة ووجود العديد من الأهداف في اللقاء، ويؤكد أن الفريقين يمتلكون إمكانيات كبيرة تؤهلهم لتقديم مباراة كبيرة تليق باسم الناديين الكبار. أيمن يونس نجم الزمالك السابق: المباراة اليوم ستكون صعبة على الفريقين ولا أحد يستطيع توقع النتيجة، خصوصا أن كل فريق مستعد بشكل جيد لخوض المواجهة، وعلى المستوى الشخصي أتمنى فوز نادي الزمالك. أعتقد أننا قد نشاهد مباراة تصل إلى ضربات الترجيح وستكون مليئة بالإثارة والأهداف. أعتقد صعب الصفقات الجديدة يكون لها دور في مواجهة حاسمة بهذا الشكل إلا إذا كان في حالة الضرورة فقط، لأن كلا المدربين لم يقوموا بتجهيز هذه الصفقات بالشكل الكافي. في رأيي سيتم الدفع من جانب المدربين سواء كولر أو جوميز باللاعبين أصحاب الخبرات الذين خاضوا مثل هذه المواجهات في السابق. أنا منزعج جدا من الأنباء التي خرجت مؤخرا عن تفكير الإدارة البيضاء في الإطاحة بجوميز حال الخسارة، ولا أعلم لماذا يخرج هذا الكلام في هذا التوقيت ومن مصدره، فهذا الكلام بلا شك يصل للاعبين ومن الممكن أن يؤثر على تركيزهم في اللقاء. حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني: أنصح محمد هاني بعدم السرحان في مواجهة اليوم والتمركز بشكل جيد، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب سرعات عالية جدا ومن الممكن أن يسببوا له بعض المشاكل، كما أنه يحتاج إلى مساندة دفاعية من باقي زملائه. ميشالاك لاعب الزمالك الجديد كان يحصل على أعلى راتب في فريق أحد السعودي قبل الانتقال لنادي الزمالك، وهو ما يعني أنه لاعب مميز وسيشكل خطورة كبيرة حال اللعب أمام الأهلي. أعرف ذلك جيدا لأنه كان معروض علي أتولى القيادة الفنية للفريق السعودي سابقا. اللاعب البولندي عنده ميزة مهمة جدا، وهي لما بيستلم الكرة من منتصف الملعب يقطع سبرنتات كبيرة ويستغل سرعاته الجيدة، فده تحذير لمدافعي الأهلي، لازم ياخدوا بالهم من اختراقات ميشالاك جيدا. الأهلي يمر في الفترة الحالية بمرحلة استقرار فني، والتغيير في التشكيلة الأساسية لابد أن يكون في أضيق الحدود. الزمالك سيعتمد على الكرات العالية على ما أعتقد اليوم، خاصة وأن الأهلي من المتوقع أن يخوض اللقاء بضغط قوي على دفاع الأبيض. أكرم توفيق ومروان عطية سيكون لهم دور هام لإيقاف خطورة أحمد سيد زيزو في المواجهة،
وسيف الدين الجزيري يجيد استغلال أخطاء المدافعين وحذاري من اللاعب التونسي. أتمنى مشاركة ناصر ماهر في التشكيلة الأساسية للزمالك لأنه سيكون أقل خطورة على الأحمر من عبد الله السعيد الذي يمتلك قدرات عالية في التسديد من خارج المنطقة بجانب التمريرات الحاسمة لزملائه. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مباراة النهاردة هتنتهي في وقتها الأصلي بفوز أحد الفريقين ولا هتوصل لركلات الترجيح؟ هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.